السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة عالم وأم دينا. اليوم كما كتشوفوا راني باقا في المغرب عند ماما، وما نسيتكمش درت لكم هاد الحريشه اللي كتجي فتيه وهشيشه كتذوب في الفم. وغادي نقول لكم السر ديالها، التحميره هذه ديالها داك اللون الذهبي. بقاو معايا. بسم الله. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي جوج ليف ديال السميده ديال الحرشه اللي هي 800 غرام. كنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي هي دايبه بحراره المطبخ. نزيدوا عليها معلقه كبيره ديال العسل، معلقه صغيره ديال الملحه عامره، وخميره ديال 7 غرام كنكبوها كلها. وكنزيدوا كاس ديال الحليب اللي هو 100 مليلتر. كنزيدوا 50 مليلتر ديال الزيت اللي هي نص كاس ديال العنبه، كاس ديال الحليب كاس ديال العنبه اللي هو 100 مليلتر. هنا كنحيدوا داك العسيله اللي بقات لينا في المعلقه، وغادي نحركوا غير بالاصابع ديالنا داك الخليط، داك الزيت الزبده العسل الملحه باش ينسجم مع بعضياته مع السميده. هاد المرحله هذه مهمه لانه كتبقاو تحركوا هكا بصبعانكم حتى كتحسوا بالسوائل كلها دخلت في بعضياتها ومع السميده، حتى كتحسوا بالسميده ديالكم ولات عندكم يد ما في يديكم. صافي باش غادي ندوزو للمرحله الاخيره اللي هي الماء. هنا انا احتاجيت 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي هي 300 مليلتر، هما 3 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي نضيف الكاس الاول ديال الماء، صافي. وغادي نزيد له الثاني والثالث. احتاجيت 3 ديال الكيسان باش غادي تجينا جاريه. هذيك هي السر ديالها باش كتجي هشيشه ورطيطبه. غنحركو غير هكا، ما نعجنوهاش، نحركوها غير هكا باش يدخل هذاك الماء فيها كامله. صافي ونخليوها ترتاح حتى من ديك 10 ديال الدقائق على ما تشرب شي شويه هذيك السوائل. صافي في هذا الاثناء غادي نمشيو نوجدوا زلافه ديال السميده، غير النص ديالها سميده نفسها اللي درنا بها الحرشه. غادي نكبوا فيها 2 معالق ديال الزيت، صافي. ونبداو نحربلوها هكايا. والحرشه اللي رونا خليناها كتشرب داك السوائل ديالها. هنا خلطتها مزيان مع الزيت. خديت الحديده ديالي اللي غادي ندير فيها الحرشه، كبيت فيها قياس دوك 2 معلقات ديال الزيت باش ندهنها مزيان باش كتخرج لينا محمره. وغادي نزيد عليها هذيك السميده اللي صايبت مع الزيت، حتى هي غادي نرشها على الحديده، هي اللي كتعطي داك المنظر فوق الحرشه، كيجي غزال وكيجي مذهب، كتجي غير في الشوفه تبارك الله كتشهي. صافي نرشو مزيان الجنيبات كاملين ديال المقله. صافي وندوز باش نحط فيها الحريشه ديالي ونكرسها. انا كما كتشوفوا راني غطيتها باش كانت كترتاح، غطيتها باش تشرب داك الماء ديالها. شوفوا تبارك الله شرباتو غير في 10 ديال الدقائق وبقات او ميم طون جاريه. صافي نشدوا الحديده ديالنا ونكبوا فيها الخليط. هذيك السميده اللي رشينا في الحديده راه استعملنا غير النص ديال داكشي اللي خلطنا، والنص الاخر غادي نديرو من فوق الحرشه. النص درتو من التحت والنص غادي نديرو من الفوق. صافي هنا غنبقاو نقادوها بالصبيعات ديالنا بيدينا على حساب هذاك الحديده ديالنا. دوك لي طراس ديال الصبعان راه ما غاديش يبقاو يبانوا، حيت غادي نديرو هذيك السميده اللي بقات لينا مع الزيت اللي خلطناها مع الزيت. صافي كنحربلوها هكا مزيان على الحرشه، وعاد من بعد غنقاد ليها دوك الجنيبات بالمعلقه باش يجي فيها المنظر زوين فاش طيب وتكون مقاده لينا من الجنيبات. صافي ها نتوما كما كتشوفوا غادي نرش جميع الاطراف والجوانب والوسط والجناب كله، نرشو بالسميده حتى يتقاد كلشي. كما كتشوفوا هكايا
صافي راني قديت كاع السميده في الحرشه كامله، طليتها بهذيك السميده اللي مخلطه بالزيت. صافي هنا خديت المعلقه ديالي باش كنقادو الجنيبات ديالها باش تجينا مقاده فاش طيب، معلقه كبيره هكا ونقادو الجوانب. صافي هنا المقله ديالنا ما كنديروهاش تسخن من قبل ولا حتى شي حاجه، كنديروا مقله بارده وكنحطوا فيها العجينه ديالنا ديال الحرشه. وهنا المرحله الاخرى اللي مهمه هي انه النار خاصها تكون مجهده اللي غادي نديروا فيها الحرشه، حيت الا كانت هاديه ولا متوسطه غادي تجيب لكم الحرشه قاصحه. صافي غادي نشعل البوطه ديالي على نار مجهده ونديروها طيب. هنايا كما كتشوفوا راه ما درتش المقله نيشان على العافيه في الوسط، درتها على الجناب ديال المقله، وغادي نبقى ندور ماشي كل مره نقول لك كتصبر هكاك 5 دقائق ما كاملاش وتعاودي تدوري وانتيا غاده كتحسي براسك دورتي على الجوانب كامله. صافي وكتقلبيها. هنايا فاش قلبتها لقيتها الطرف باقي بيض، غادي نقلبها من بعد، ولكن خليتها طيب على الجهه الاخرى باش عاد من بعد نقلبها، حيت الا رجعت قلبتها لقيتها ما طيبش ورجعتها تقدر تهرس ليا. صافي هنا كما كتشوفوا راني قلبتها على الجهه الاخرى. هنايا غنعاود دهنت المقله ديالي ورميت الحرشه باش طيب لي على الجهه الاخرى اللي باقا بيضه. كما كتشوفوا هنا راها طابت هي هذيك، ما محتاجش عاد نعاود نقلبها. صافي كما كتشوفوا هنايا راه خرجت ليا طابت ليا من التحت ومن الفوق. غادي نحيدها ونديرها لكم فوق المقله باش نقسمها لكم ان شاء الله، وغادي تشوفوا كيفاش جات. شوفوا غير الدخله د الموس فيها كيفاش راه كتبان بلا راها حشيشه غير في التقطيع. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي، تبارك الله كتجي كتحمق، واللون ديالها ما نقولش لكم. انا جاتني سخونه هنا حطيتها يلا قلبتها في المقله. شوفوا كيفاش كتجي. القياس ديال 800 غرام راه تبارك الله كيجي تقريبا على جميع الاطباق ديال اللاطات ديال المقله. تقريبا راه حنا عندنا نفس القياس ديال المقالي كاملين في البيوت ديالنا. نزيد نقطع لكم طريف اخر. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه، وشوفوا من اللور ديالها كيفاش كيجي اللون ذهبي ومخطط، كتجي غزاله. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.